راجعوا كل العباقرة في العالم، راجعوا كل كتب الشيعة في العالم، من الإمام الخميني إلى الإمام الخوئي إلى السيستاني، إلى كل المراجع، لا استثني مرجع، لا في إيران ولا في العراق ولا من المشايخ العظام من المجلسي والطبرسي، الكل يقول بكلمة واحدة: لا يوجد لأحد حق على الله من نبي أولي. يعني آدم ليس له حق على الله، نوح ليس له حق على الله، موسى ليس له حق على الله، إبراهيم ليس له حق على الله، وإنما الله يعطيهم تفضلا تحننا منة منه سبحانه وتعالى. إذن القاعدة الأولى: لا يوجد لا لنبي ولا لوصي حق على الله سبحانه وتعالى. من النبي آدم وإلى النبي عيسى الذين فقط لهم حق على الله هم 14 نورا: محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. مولانا، إذا أنت جنابك تجد في آية أو في رواية أو في دعاء أن آدم له حق على الله، أرجوك رجاء آتني بهذا النص. أنا أبشرك لا يوجد أبدا. ولكن إبراهيم اعترف بحق الأئمة على الله، آدم اعترف بحق الأئمة على الله، موسى اعترف بحق الأئمة على الله. كل الأنبياء كانوا يقولون: إلهنا نقسم عليك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان. السؤال: ما هذا الحق لأهل البيت على الله تعالى؟ أهل البيت لهم حق على الله، فهمنا، هاي خصوصية لهم صلوات الله عليهم. ولكن السؤال: هذا الحق لهم على الله ما هو؟ أقول لكم بكلمة واحدة يا إخوان: هذا الحق أنه لولاهم ما ظهر الله، أنه لولاهم ما ظهر الله، أنه لولاهم ما ظهر الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا